لو انت حامل خلي بالك، اي دواء بتستخدميه زياده ممكن يضرك ويضر الجنين. هقول لك بسرعه على الحاجات الامنه اللي ممكن تستخدميها لكل عرض ممكن يجي لك في فتره الحمل. من اشهر الاعراض اللي بتيجي للحوامل اعراض بنسميها اعراض الوحم. لو بتحس بغممان نفس وميل الترجيع هتاخدي الفوم بريك حبتين عند اللزوم، وما تكتريش من الادويه. لو جالك كحه في الحمل استخدمي البرونشيكام 3 مرات في اليوم. اشربي سوائل دافيه زي اليانسون او الزنجبيل بالعسل، ده هيهديلك الكحه. ولو جالك برد وانت حامل هتاخدي الفيتاسيد سي، وده قرص على كوبايه ميه مره واحده في اليوم، وده فيتامين سي عشان يزود لك المناعه. وهتاخدي الدوليبران قرص مرتين في اليوم، وده خافض للحراره ومسكن للالم. هتشربي مشروبات دافيه زي الليمون بالعسل او الزنجبيل. لعلاج الامساك هتستخدمي البوس جليسرين لبوسه عند اللزوم. طول معاكي شويه تستخدمي الدوفالاك معلقه الصبح ومعلقه بالليل. لازم تشربي كميه كبيره من الميه تقريبا 8 كوبايات في اليوم، وطبعا تاكلي الياف كتير. اما الاسهال فده المشكله، لازم تتجنبي الاطعمه الدهنيه والاطعمه الحاره. لازم تشربي ميه وسوائل كتير عشان تعوضي الجفاف اللي بيحصل في الجسم. كمان ممكن تستخدمي محلول معالجه جفاف، ده بيستخدم كيس على كوبايه ميه وبيتشرب بعد كل مره اسهال. ولو الاسهال استمر اكتر من يومين لازم تستشيري طبيب بسرعه. اما بالنسبه للحموضه اللي بتيجي في الحمل فرني هحل لك المشكله دي. حبوب مصر تاخد بعد الاكل، وطبعا هنبعد عن الاكل الدسم والاكل اللي فيه توابل كتير. يفضل ان انت تاكلي وجبات صغيره بس متعدده. اما بالنسبه للصداع فالدوليبران حبه مرتين في اليوم هيحل لك المشكله دي. وده مضاد للتقلصات والمغص، تاخد حبايه عند اللزوم.